لو هتتجوزي في بيت عيلة تعالي اقولك هتعملي ايه. الجواز في بيت العيلة وضع يفضل اننا نبعد عنه بمبدأ ابعد عن الشر وغنيله، بس لو الظروف اجبرتك عليه تعالي اقولك على شوية حاجات تاخدي بالك منها من الاول. تعالى بس تعالى. اول حاجة لازم كده من اول اتفاق يكون ليكي حياتك المستقلة في بيت العيلة، مش بسخنك عليهم، بس اللي اوله شرط اخره نور. القرب الزيادة صعب، خصوصيتك هي اللي هتحافظ على استمرارية حياتك والبعد عن المشاكل. خناقاتك انت وجوزك محدش يعرف عنها اي حاجة. حماتك تعمليها زي مامتك، لا ده يمكن اكتر شوية. مامتك ممكن تعدلك اخطائك انما حماتك لا. فركزي يا حبيبتي كده وما تعوديش حد على حاجة. يا جد حرام الضرب ده كتير والله، الضرب ده سبب اسري. ولا تنظيف ولا طبيخ، كأنك متجوزة في شقة لوحدك وبعيد. تعملي اكلك من شقة جوزك وتنضفي بيتك، لا تاكلي في شقة حماكي ولا تبقي مجبرة تعملي بلقمتك. دخول شقتك يبقى باستئذان زي ما انت برضو بتستأذني لما تدخلي عندهم. محدش معاه مفتاح شقتك ولا مفتاح حياتك. قولولي في الكومنتات كتالوج العيشة في بيت العيلة، وهو فعلا صعب ولا الناس بتبالغ؟ انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.